خليني أقولك ليه ذكرتلك كل القوة والعبقرية في الحضارات دي. كل اللي ذكرناه عن الحضارات دي ما كناش نعرف عنه أي حاجة إلا مع بداية القرن ال19، يعني من حوالي 200 سنة بس تقريبا. يعني إيه؟ يعني الحضارات دي اندثرت معرفيا بالكامل، محدش كان يعرف عنها أي حاجة نهائيا. الحضارة السومرية لغتهم اندثرت وكتاباتهم كانت منكوشة على طين، فمحدش قدر يقرأها إلا بعد القرن ال19 لما اتفكت شفرة الكتابة المسمارية. أما عن مصر القديمة بعد الغزو اليوناني والروماني اندثرت اللغة تماما، وفهمناها تاني بعد فك حجر رشيد سنة 1822. حضارة وادي السند لغتهم لحد دلوقتي ما اتفكتش، فاحنا لسه مش عارفين تفاصيل كتير عنهم، يعني حضارة غامضة حتى اليوم. اللي ساعد على اندثار الحضارات إن الكتابات كانت بلغات منقرضة، الآثار كانت مدفونة بالكامل، محدش كان يقدر يوصلها بدون تقنيات حديثة للحفر والتحليل. المهم بعد القرن ال19 مع تطور العلم وأدوات البحث والتنقيب، لما بدأ التنقيب العلماء اتصدموا إن حضارات اندثرت من آلاف السنين كانت بتعرف الفلك والرياضيات والهندسة بمستوى يقرب من العلم الحديث، وكانت بعض اختراعاتهم شبه متطابقة مع اللي وصلنا ليه بعد آلاف السنين. اتضح ان الحضارات دي كانت عبقرية جدا ومتقدمة علميا وهندسيا، وانهم اخترعوا حاجات كنا فاكرينها حديثة زي القوانين المكتوبة، الجراحة، الرياضيات والفلك، شبكات الري، وأنظمة الحكم والكتابة.